اهلا في كوره يونايتد. انا محمد ناجي. البقاء لله في احمد رفعت والله يرحمه. كل الكلام اتقال، الناس قالت كل حاجه وفي حاجات لسه بتتقال بخصوص الموضوع بتاع احمد رفعت، فانا مش عايز اقول حاجه هي اتقالت طول الايام اللي فاتت، انما حاجه مهمه عايز اقولها ونستغل الموضوع ده ان احنا نقول للرياضيين اللي بيمارسوا اللعبه واللي بيديروها ان مش الجمهور بس اللي بيشتكي من الفساد او بيتضرر منه، لا، ده الضرر وصل للرياضي نفسه. اللاعب نفسه اللي هو يعني اخر حد موجود في الملعب، الناس بتتفرج عليه في الصناعة دي كلها، هو شخصيا اتضر. احمد رفعت اتضر بسبب الفساد الرياضي والبيئة الرياضية الملوثة. كان الجمهور بيقعد يشتكي طول الوقت من الكلام ده وبيحاول يعني الحقونا نعمل حاجة، نغير، نعمل، ومكانش حد سامع، ولا كأن الجمهور ده هو في وادي والرياضة في وادي تاني خالص. فدلوقتي بقى واضح ان المشكلة بقت بتأثر بالسلب على الرياضي نفسه، على اللاعب، بتأثر على الوكيل اللاعبين، ان هو يتورط ويتلط في حاجة سيئة جدا، ما قدرش يحمي اللاعب بتاعه، بل بالعكس تعمد ان هو يعمل حاجة غير قانونية علشان خاطر بس يمشي المسألة، ياخد له 100 200 ألف دولار. لطة اللاعب، لطة الوكيل، لطة رئيس النادي اللي حاول يستغل الموقف علشان يبيض صورته او يهاجم على حد تاني ممكن يكون عدو في السابق ولا في بينهم حاجة ولا. فسمعته اتضرت لانه اتورط في موضوع شمال. من الاخر يعني مش عايز ازوق الكلام. أضرت بالإعلامي اللي هو ما قدرش يكون حريص إنه يكشف الحقيقة، وحاول بس إن هو يعني يسند صاحبه أو يسند حبيبه أو يدعم اللي في مكان أعلى أو فطلت، ممكن يكون بيخسر فيها سمعته، تأثر عليه طبعا. فالإعلامي اتلط واتأثر، والرياضي اللاعب نفسه ورئيس النادي بتاع مودرن فيوتشر، حتى يعني كله اتلط. فالموضوع مش مؤثر على الجمهور بس، ولا الجمهور بس هو اللي بيعاني، لا، ده كمان الرياضي بيعاني بشكل مباشر. من غير ما اقعد اعيد برضو التفاصيل اللي بقت واضحة للناس كلها، ومين غلط في ايه ومين اللي عمل اجراءات بس كده غير قانون، او زي ما يكون استخدم الثغرات بتاعة اللوائح والقانون علشان يمشي حاجة هي اصلا مش ليجل وتودي في 60 داهية. فمش غير ما اقعد اخش في التفاصيل دي، خلاص هي بقت واضحة. بس ده اللي عايز اقوله، ان انت يا رياضي انت نفسك الموضوع بقى بيمسك شخصيا. فده يخليك بدل ما الجمهور بس اللي بيتكلم في الموضوع ده وهو اصلا بره الصناعة وبره القصة ما يقدرش يعمل حاجة، لا حول لي ولا قوة، انت وانت جوه الصناعة بقيت مطالب ان انت تعمل دورك علشان ده ما يتكررش ليك، ما يتكررش على زمايلك، ما يتكررش لعيلتك زي عيل اللي بيحصل مع عيلة رفعت دلوقتي. الموضوع مش يخصك انت، كمان يخص عيلتك، سواء انت عندك اولاد او انت ما عندكش زي رفعت. توقفه ازاي؟ انك ما تتعاونش مثلا مع الوكيل الشمال، ما تعمل يعني ان الوكيل ده نادر شوقي ده قبل كده في حادثة رمضان صبحي مع النادي الاهلي، انا سامع بودني رمضان صبحي بيقول ده ما كنتش واثق فيه، ما كانش محل ثقة، كان بيقف مع النادي الاهلي ضد مصلحة رمضان صبحي. الله اعلم ايه السبب، يمكن عشان هو اهلاوي ولا حد بيدفع له من حتة تانية ولا بتاع. وفي الاخر رمضان صبحي في وسط المفاوضات وهي شغالة العقد، لغى التعاقد مع نادر شوقي، وقال ان هو مش محل ثقة بالنسبة لي ان انا احط مستقبلي في ايده. من كذا سنة ايام ما كان رمضان بيمشي من الاهلي رايح بيراميدز.
فمش المفروض ان اللاعب خلاص لقيت انت وكيل شمال او سمعته وحشة او ابعد عنه، يعني ما تروحش تتعاون معاه. اكيد في وكلاء تانية كويسين ويقدروا يحموا مصالح اللاعب فدي مثلا حاجة ان انت ما تتعاونش مع الشمال وما تكبروش وتفخموا ويقعدوا كل مقابلة ولا كل انترفيو ولا تيجي سيرة اسم الوكيل ده يقعدوا يفخموه ويقعدوا يعملوه. فما تفخمش في الشمال وما تتعاونش معاه وابعد عنه. ما تسقفش للغلط وما تشجعش عليه علشان تستفيد انت شخصيا، لان احنا شفنا احمد رفعت جه الله يرحمه، جه ان هو يثق في ناس شمال عشان خاطر يمشي مصلحته، سوحوه وبهدلوه. فالناس الشمال في المجال الرياضة المفروض يبقى مجال فير، ودي البيئة الكويسة بتاعته اللي الرياضة تكبر فيها وكله يحقق فيها مكاسب، مش العكس. مش ان انت تمشي شمال وتلوثها عشان تكسب، لا، ادينا شفنا ان انت بتكسب مكسب مؤقت بتخسر قصاده خسارة كبيرة قوي يمكن ما تتعوضش. فانت بقى كرياضي مطلوب منك الدور، ما تتعاونش معاهم، ما تهللهمش، ما تكبرهمش، قول على الغلط غلط وقول على الصح صح وشجعه يكبر. ده اللي هيضمن لك مستقبلك انت وعيلتك، مش العكس. شفنا واحد جه يضمن مستقبله ومستقبل عيلته، حصل العكس تماما، الله يرحمه ويصبر عيلته. يا ريت نكون اتعلمنا الدروس علشان ده ما يتكررش تاني، ونتمنى ان يكون في حقائق تحصل اكتر وتتكشف اكتر في الموضوع ده ونحاول نستغلها كلها للأحسن ان شاء الله. شكرا.